السلام عليكم، ان شاء الله قاعد تكونوا بخير وبصحه جيده يا رب. وصفتنا نهار اليوم شراك العريان. هاد الوصفه تقليديه جزائريه، نتمنى تعجبكم طريقتي المعتمده في تحضيرها، والله بزاف بنينه، نتمنى تجربوها. عندنا 4 كيلات فرينه، ربع كاس سكر ناعم او سكر خشن، قشور ليمون، قرصه ملح وقرصه خميره. ما تكثروش بزاف الخميره باش يحافظ على الشكل تاعه. عندنا كيلة سمن تاني، حبة بيض. السمن لازم يكون ما يكونش ساخن، يكون دافئ زعما على حسب باش ما تطيبش معنا البيضه. ونبسو المكونات مع بعض، لازم تبسوهم مليح وتنحوا هذوك الحبيبات، ونجمعوا العجينه بماء وماء الزهر يكون دافيين هكا كما راكم تشوفوا. لازم نجمعوا غير بشويه حتى تشكل معنا عجينه. شكلوا عجينه طريه باش تعرفوها ناجحه. لازم كي تكوروها هكاك الحبه ما تكونش مشقه معاكم، واذا كانت مشقه من الاحسن تضيفوا لها الماء وماء الزهر في الاول مادامكم ما خليتوهاش ترتاح، خير من بعد تزيدوها العجينه ما تجيش معكم مليحه. الحشو عندنا 2 كيلات كاوكاو او لوز، نصف كاس سكر ناعم، ملعقه قرفه، نديروا نصف ملعقه صغيره، انا كثرت شويه. ونجمعوا بالماء وماء الزهر كالعاده. نوزنوا العجينه. عندنا العجينه 30 غرام والحشو نوزنوه 12 غرام. نشكلوا العجينه على شكل الانجاصه هكا ونحلوها على شكل مثلث، ونديروا الحشو في الوسط. ولازم كي نلف العجينه على الحشو لازم تسيو كيفاش تخرجوا داك الهواء، ما تخلوش الهواء في العجينه لداخل كيما راه موضح في الصوره. نتمنى الشرح يكون واضح، خاطش انا كنت نحط الفيديو بدون صوت، ممكن على جال هكا كتعدي نسبه المشاهده ضعيفه ونسبه المشاهدات الاشتراكات تانيك ضعيفه. يعني عندي نسبه اشتراكات مليحه بصح المشاهده اللي شويه صراحه. نتمنى تشاهدوا الفيديو لي زابوني تاعي، وان شاء الله يعجبكم. كان نحط يعني كيما وليت نسجل بالصوت نتاعي، هذه اول مره نسجل. ان شاء الله يعجبكم وتكبر القناه بكم، تبارطاجوا الفيديو مع الحباب الاصدقاء، يعني تشجعوا شويه. والله مرات كي نشوف 23 نكره حياتي تاع باطل. نشكلوها هكا على شكل هلال. هاد الوصفه عندي معتمده من سنين 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 سنين، وبزاف والله بنينه، وهي وصفه تقليديه جزائريه كما قلت لكم. كما كامل الناس تعرف تشارك، كاين تشارك العريان وتشارك هاد المسكر. ممكن نعاود ندير معكم وصفه تشارك المسكر، ان شاء الله تعجبكم وصفتي، خاطر كانوا كل ما يجوا يذوقوها عندي يدوموندوني الوصفه. ان شاء الله تعجبكم هي تاني. نحاول هنا نخرج الهواء ونشكلها على شكل هلال، وحنعطيكم السر اللي تخلوا الشكل ما يخسرش معكم. هنا عندنا حبه بيض كنت خلطاها، واللوز افيلي ولا كاوكاو كما تحبوا. لازم يكون محمص بصح ماشي محمص بزاف، خاطر كما تعرفوا راح يزيد يطيب معنا في الفرن. السر هو خاصنا نحطوا الحبه قدام الحبه، والحبه الثانيه نحطوها تحت الحبه مباشره، هكا تحافظوا على الشكل تاع الحبه، يجوا كامل الحبات كيف كيف، ما تجي حتى وحده معوجه، سيرتو هذوك الرجلين تاعهم. هكا كما ندير. جربوا هاد الطريقه وان شاء الله كامل الحبات يجيكم كيف كيف. وندخلهم الفرن 160 درجه، نشعلوا من تحت ومن بعد نشعلوا من الفوق. وان شاء الله تكون عجبتكم وصفه اليوم، ونتمنى تدعموا قناتي وتتفاعلوا شويه، وان شاء الله مازال جديد، يعني ما كاش غير الطبخ. ها هو واجد معنا بعد ما طاب. واش نقول لكم، بصحتكم.